اليوم قصة مميزة بتجمع ما بين الواقع النفسي والحالة الاجتماعية والتحديات. حلقة جديدة من برنامج حكاية فلسطيني. راح أكون معكم في الإعداد والتقديم سماح محبوب، وضيفتنا المميزة الأستاذة مريم أبو تركي. أهلا وسهلا فيكي أستاذة مريم. أهلا بك، صباح الخير سماح، وصباح الخير لمتابعينك ومستمعينك وأكيد اللي بيتابعوك في هذا البرنامج. في البداية، مين مريم أبو تركي؟ مريم أبو تركي، أنا فلسطينية حتى نخاع العظم. بعيش في مدينة الخليل، وتربيت على كتير من القضايا ذات العلاقة بالأصالة. طبعا درست وتعلمت، كمل دراستي، واخر محطه يعني محطه مش قريبه، لا بعيده. بال 2008 خلصت الدكتوراه بالارشاد النفسي والتربوي، وفيما بعد اشتغلت على حالي بالعلاج النفسي الغير دوائي. طبعا في عندي محطات عديده متعدده ما قبل الدكتوراه والماجستير وما بعدها والى الان. اشتغلت في طبعا يعني خبرات عديدة ومتعددة. اشتغلت في مكتب الشؤون الاجتماعية مع مؤسسة ألمانية، واشتغلت مع ذوي الإعاقة البصرية والإعاقات الأخرى. طبعا الإعاقة البصرية الكلية والجزئية في مدرسة الشروق، والإعاقات المتعددة. أيضا درست في العديد من الجامعات الفلسطينية زي أبو ديس وبيت لحم والجامعة المفتوحة، جامعة الخليل، جامعة البوليتكنيك. وإلى الآن يعني أنا على تواصل مع الجامعات بالتدريس، بالعمل الميداني، بالإشراف على مشاريع تخرج وهكذا. أيضا اشتغلت في مؤسسة لعلاج الصدمة النفسية، علاج فقط الصدمات النفسية، لأنه عندي أكثر من دبلوم. هذا طبعا درسته أنا في ألمانيا وفي بيت لحم، ودراسات عديدة ومتعددة، يعني ما بدي أغوص فيها في تطوير كفاءاتي ومهاراتي، وأبني أيضا خبراتي وتجاربي في الحياة. وأكيد الحياة هي أكبر تجربة في هذا الميدان، وبالتالي ممكن إنها تخرج الإنسان يعني ذو الفكر الناضج والبعد بأفقه، وبالتالي ممكن يعكس هذا الشيء على حياته، سواء كانت حياته الاجتماعية أو حياته العملية أو حياته الخاصة والأسرية. بعد هاي السنوات من الخبرة والدراسة والعمل، اليوم الأستاذة مريم يتم إطلاق المسمى عليها معالجة وأخصائية نفسية. خبرينا عن عدد السنوات اللي عملت فيها، وبالإضافة للتحديات اللي واجهتك. يعني أنا إذا بدي أقول عملت في مجال التأهيل للمكفوفين ذوي الإعاقة. اشتغلت في الجانب الأكاديمي كتدريس في الجامعات، والإشراف على اللي هو مشاريع تخرج، رسائل ماجستير. أيضا في الجانب العلاج النفسي غير الدوائي، يعني بدي أقول تقريبا 40 سنة. ما كان بسهولة، أكيد ما كان بسهولة، وهي رسالة لكل طالب. يعني وأنا هذا الشيء في مركز أمان بيجوا طلاب يتدربوا في تخصصات العلوم النفسية والاجتماعية. في كل فصل بيجي ما لا يقل عن 7 طلاب، 7 ل10. يعني هذا الفصل عندي 12، الفصل اللي فات كان تقريبا 6، اللي قبله كان يعني بتراوح. يعني في فصل من الفصول يمكن كان عندي تقريبا 18 طالب وطالبة بتدربوا ما بين الجامعات المختلفة. فبيجينا طلاب بتدربوا في هذا التخصص، في تدريبات مثلا بالخدمة الاجتماعية، تدريب أول وثاني وثالث ورابع. فكل تدريب له علاقة في جزئية من المجتمع، يعني كيف تتعرف على المؤسسات. وبالدرجة الأساسية هذا بصب في خبرات وتجارب الشخص اللي بده يدرس هذا التخصص. انت بدك تعرف المجتمع، بدك تعرف مؤسساته، بدك تعرف تشتغل مع
الفرد كفرد، بدك تعرف تشتغل مع المجموعة كدعم نفسي جماعي، كتفريغ نفسي. بدك تشتغل مع المجتمع كظاهرة، دراسة ظاهرة، دراسة حالة الطلاق على سبيل المثال، حالة مثلا ظاهرة البطالة، ظاهرة الفقر، ظاهرة العنف ضد بديش أقول ضد المرأة، ظاهرة العنف، ما هو العنف أشكال عديدة، على سبيل المثال العنف في الشوارع، العنف في المدرسة، العنف بين العائلات، العنف مع الاحتلال، وهو الاحتلال يمكن يكون أكبر عنف إحنا بنكتسبه وبرتد طبعا على الآخرين بغض النظر مين. هذه جزئية. الجزئية الثانية بده تدريب، بده تطوع في مؤسسات، بده يشتغل على حاله. النقطة الثالثة بده يكون أبديت، لأنه تخصص العلوم النفسية هي متطورة، اليوم كل يوم في إشي جديد، في نظريات جديدة، في أفكار جديدة، في علوم جديدة وحديثة بتتداخل مع بعضها البعض، تتقاطع مع العلوم الأخرى. إلا إنه علم النفس طالما بدرس سلوك الإنسان، فبالتالي أنا بدي أضلني على مواكبة لهذا العلم وهذا التخصص، وأضلني على اطلاع إيش في اليوم. في علم النفس المضطهدين على سبيل المثال، الناس اللي بيعيشوا تحت نزاع وصراع وحروب واستعمار واحتلال، وما أكثر الدول اللي بتعاني من هذا الإشي. فبتحس إنها شعوب مقهورة وبتخلف صدمات نتيجة القهر والذل والممارسات العنفية والقمعية اللي بتواجهها هذه الشعوب. فبالتالي بارتد عليها بآثار سلبية، وبتخلف صدمات نفسية فردية، صدمات موروثة، صدمات عبر الأجيال وهكذا. فبالتالي بده يشتغل على حاله، مش إنه أنا بدي يعني أخلص دراستي الجامعية وأروح ألاقي الشغل على طبق من ذهب. فبده يشتغل على حاله، بده يبني ذاته، بده يبني نفسه. يعني أنا اشتغلت خلال هذه السنين الطويلة ما بين دورات، ورشات، مؤتمرات، شغل في تطوع في مؤسسات، تدريب في مؤسسات سواء كانت محلية عربية دولية، سفر، ذهاب إياب، فعمل أبحاث ودراسات. وبالتالي كل هاي يعني ما طلعت دكتورة مريم، أنا طبعا بحمل الدكتوراه، ما طلعت من فراغ، يعني ما خلصت الجامعة وطلعت أنا مريم الموجودة حاليا، ما كان بسهولة طبعا. فهي رسالة لكل حد بيسمعنا، سواء كان طالب أو ناوي يدرس بالضبط، أو خريج. أو خريج. دائما أنا بقول لهم اشتغلوا على حالكم، ابنوا ذواتكم، اتطوعوا، خدوا دورات، أهلوا نفسكم، لأنه هاي في النهاية بتصفي مهارة، كفاءة مهنية، قيم أخلاقية للأخصائي. لأنه دايما أنا بقول الأخصائي النفسي بيختلف عن كل الناس بكتير صفات، بكتير مهارات. أول إشي لازم يكون عنده الشخصية المتوازنة، يكون ذكي لماح، يكون يعني مثقف. ليش أنا يعني ذكرت إنه يكون أبديت على علم النفس وعلى الإشي اللي بدور حوله، عنده قدرة على اللي هو في عنده مهارات اللي هو تقبل الآخرين، مهارات التعاطف، مهارات الحفاظ على السرية، مهارات إعادة الصياغة، مهارات الثقة، إنه أنا أثق في الإنسان اللي بيجي عندي وأعزز عنده هاي الثقة، يعني أثق فيه وأعطيه ثقتي. ففي كتير شغلات بيحتاجها الأخصائي. الحسد والسحر موجود في القرآن وتم ذكره في القرآن، وبينهم شعر الأعراض يعني متشابهة ما بين الحسد والسحر والمرض النفسي. ولكن ليش الناس بتتوجه للشيخ أكثر ما تتوجه للمعالج النفسي وعندها ثقة في هذا الموضوع أكثر؟ وبتشوفي تقبل الناس للمعالج النفسي في تطور؟ هلا المشكلة موضوع السحر، موضوع الحسد موجود، لا شك موجود، وكثير من الأنبياء انسحروا
وهذا إشي يعني أنا بصراحة بقليش في هذه المواضيع، ومش كتير أوكي يعني بقرأها في القرآن وبآمن فيها، لكن مش كل إشي سحر. حتى في القرآن يعني حتى السحر أو الحسد ما بزبط على الإنسان إلا إذا بتكون نفسيته ضعيفة. صحيح. تمام. التوجه لهدول الأشخاص ممكن يكون من المنظور الثقافي أسهل علي، والشيخ ممكن يحافظ على معلوماتي في الوقت اللي أنا بدي أروح فيه على طبيب نفسي أو على أخصائي نفسي. ممكن حدا يشوفني طالعة نازلة، ممكن الدكتور يعرف حدا من قرايبي، يعني هذه الشغلات اللي بتصير يعني تتراود لأفكار هذا الإنسان، أو هي وصمة. يعني كتير من النساء بتيجي بتقولك أنا جيت بدون ما حدا يعرف، أنا قلت بدي أنزل على السوق لزوجي ولا لحماتي ولا لهاي، وبالتالي جيت على الجلسة. طب ليش ما أنتي؟ قال لا، لأنه إذا أنا بدي أحكي لهم بدهم يقولوا عني مجنونة. فارتبط موضوع للأسف، وهذا مفاهيم مغلوطة ومفاهيم خاطئة. وإحنا بنحاول إنه لا نوعي الناس بهذا الاتجاه، بس كتير صار توجه للذهاب للأخصائي النفسي والذهاب للطبيب النفسي أو المعالج النفسي. فتغيرت الفكرة، تغيرت النظرة، وصار في توجه بكل أريحية. بس لا زال يعني إذا أنا بدي أقول وأعطي مثلا نسبة معينة، قديش كان مثلا 1%، لا اليوم ممكن يكون أكثر من 30%. يعني صار في توجه، ومش مش عيب. العيب إنه أنا أضلني ساكتة وما أشتغل على حالي، وبالتالي هذا الإشي بيقودني إلى دمار لصحتي النفسية وصحتي الجسدية، لأنه الجهتين مرتبطات في بعضهم البعض، وفي تقاطع. يعني الجانب النفسي بيأثر على الجسدي، والجانب الجسدي بيأثر على النفسي. في كتير أشخاص بواجهوا مشاكل، وإحنا ممكن من بينهم. في مشاكل بتواجه الأشخاص أو أي شخص في العالم كله، بس مش كل شخص بتواجهه مشكلة فهو بعلاجه لعلاج نفسي. سؤال دكتورة مريم، لو في حد بتابعنا حاليا، كيف ممكن يعرف إنه هو بحاجة لعلاج نفسي وبحاجة ماسة؟ لما أنت بتكوني عارفة ذاتك، وبتحسي مريتي في ظرف معين، وهذا الظرف صار في عكس على صحتك النفسية أو الجسدية، وسوى عندك خلخلة وعدم توازن. طب مالي أنا؟ مش أنا اللي بعرف حالي. تمام. صار في أفكار عندك مشوشة، صار في عندك مثلا تعب، إرهاق، مش عارفة أنام، جاي عبالي الأكل، لاقي الدنيا سودة، أو زادت عصبيتي، أو صرت حادة، أو ممكن يعني أضرب، أفش قلبي في أولادي أو في زوجي، أو أصرخ أو أبكي أو أروح أنام. يعني في أعراض عديدة ومتعددة. هذه ممكن إذا أنا واعية لذاتي. تمام. هلأ صحتي النفسية كتير منيحة، وهي الصحة النفسية إيش هي؟ إنه أنا بالدرجة الأساسية حالة من الرفاه والتوازن النفسي والاجتماعي والصحي والجسدي، وإني أنا أعرف قدرتي وأقدر أتكيف مع ذاتي وأتوافق ومع الآخرين، سواء كان في البيت، في العمل، في الشارع، في أي مكان أنا بكون فيه. هذا هو تعريف الصحة النفسية. فإذا اختل جزء من هذا الشيء، هون بسوى إني أنا أقول لنفسي أنا بحاجة، لأنه أنا مش طبيعية. كيف أنا بوجعني راسي؟ كيف بعرف إنه بوجعني راسي؟ كيف بعرف إنه ضغطي ارتفع؟ وبالتالي بخجلش أقول إنه أنا بدي أروح أفحص ضغطي. عندي جهاز في البيت أو ما عندي، ممكن أتوجه للدكتور. أو بردت الليلة وصار بطني مغصني، وبالتالي صار معي استفراغ، صار معي إسهال، صار معي مجاعة بالي، أي إشي باكله
بستفرغه. أنا بعمل لك زي يعني إيش الفرق. الجانب الجسدي عادي بكتشفه على طول وبقول لازم أروح على دكتور، بس هذا الجانب الجسدي رح يأثر علي نفسيا، تمام، وبخليني أعصب، بخليني مش شايفة حدا، بخليني بديش أشوف الناس، بخليني مش قادرة أروح على الشغل، بخليني مش طايقة أقعد مع حدا، لو حدا بده يجي عندي بدي أعتذر منه وهكذا. في هذه الحالة بعالج نفسي جسديا وبتحسن. لقيت حالي إنه صار عندي مضاعفات نفسية، مش غلط إنه أروح أنا أستشير أتوجه. اليوم في عنا أخصائية وفي عنا معالجين نفسيين، في عنا أطباء نفسيين، وكل الاحترام لكل حدا في هذا الميدان. اليوم احنا موجودين في مركز امان بقدم خدمات للمجتمع، لكل فئات المجتمع. خلونا نعرف شوي عن مركز امان، عن الخدمات اللي بقدمها، وكمان بنعرف انه في جلسات للعلاج النفسي، التكلفة والامور بتفاصيلها. تفضلي. يعني احنا مركز امان للارشاد وتطوير بالصحة المجتمعية، هو مركز اهلي غير ربحي، تأسس في 2011 تحت مظلة الشؤون الاجتماعية وترخيص من وزارة الداخلية. طبعا عندنا في مجلس إدارة، عندنا أعضاء، عندنا متطوعين، أنا مديرة المركز. بنقدم خدمات لكل الفئات بلا استثناء، نساء، رجال، أطفال، يافعين، ذوي إعاقة، بغض النظر عن احتياجاتهم النفسية، وإذا كانت جسدية بنحول، إذا بيحتاجوا لجانب قانوني بنحول، إذا بيحتاجوا لجانب آمن بنحول لحماية الأسرة، بنحول لحقوقيين، بنحول لأطباء، بنستقبل من أطباء نفسيين، نستقبل من مؤسسات. وبالتالي نظام التحويل عندنا يعني معتمدين. هذا أولا. بنشتغل على الجانب النفسي، بنشتغل على التوعية، بنشتغل على العلاج الفردي، بنشتغل على العلاج الجماعي، بنشتغل على نشاطات مجتمعية، على مبادرات، بنشتغل على مشاريع، بنشتغل بزيارات ميدانية. على سبيل المثال في رمضان بنطلع على بعض الأسر المحتاجة، بيكون في ناس مثلا بتدعم بطرود، بفلوس، اللي بيقدر إنه يغطي. بالعكس إحنا على تواصل. عندي مجموعة نساء سرطان، مجموعة ثابتة، كل يوم 4 إلهم يوم تفريغي، بغض النظر شو الجوانب والتقنيات اللي ممكن إنه نستخدمها معهم. لو أنت بدك تيجي تعملي معاهم مقابلة بيحكوا أحسن مني قديش هم يعني اتعافوا في الوقت اللي أول ما بلشت معهم. اللي تيجي تقول لك لما أنا صار معي السرطان بنتي بطلت تسلم علي، زوجي بطل، في أزواج راحوا تزوجوا على زوجاتهم، في أبناء ما بحضن أمه، ما البنت بتقبل أمها، بيخافوا. وهذه طبعا نقص توعية ونقص تثقيف، إنه يعني السرطان بفكروا إنه بنتقل لهم. تمام. قديش هم تغيروا بخلال فترة زمنية 3 سنين، وبيطلعوا على الإعلام وبيناقشوا وبيحكوا وبيعملوا مبادرات صغيرة بين بعضهم، وبيروحوا بتزاوروا مع بعض، بانين شبكة علاقات فيما بينهم. في عندي ناجيات، في عندي مصابات، في عندي داعمات، 3 فئات مع بعضهم البعض. وما يعني ما أحلاهم. تيجي بتناقشيهم صحة نفسية كتير أحسن مني كتير، وما عندهم لا خجل ولا تحفظ، ولا إنه أنا إذا بشعر إنه أنا تعبانة نفسيا بتوجه لدكتورة مريم، بتوجه لطبيب نفسي، بتوجه لأي إنسان. فموضوع ال يعني العلاج النفسي والصحة النفسية وتقديم هذه الخدمات، هذا شغل مركز أمان. دكتورة مريم،
عم بتشوفي انه الاعلام عم بيسلط الضوء على القضايا السياسيه اكثر من القضايا اللي مهتمه بالصحه النفسيه والاسريه والاجتماعيه، او بس سياسه توجه الاعلام وخصوصا في الحروب؟ وكمان احكي لنا شو دور الاعلام في الصحه النفسيه. يعني لا شك إنه الإعلام له دور كتير كبير، لا يقل بل بالعكس أكثر أهمية من المراكز والمؤسسات ذات العلاقة بهذا التخصص. لكن أنت بدك إعلامي يعني متخصص بالصحة النفسية. أنا اشتغلت بالإعلام قدمت برامج بالإذاعات المحلية زي الحرية وزي الرابعة، لكن غلب على برامجنا اللي هو حرب غزة و7 أكتوبر، وأصبحت البرامج كلها رايحة بالاتجاه أخبار وسياسة، فوقفنا البرامج اللي لها علاقة بالصحة النفسية. لكن بعد 7 أكتوبر شوفي قديش الناس صحتها النفسية عم تتردى بزيادة، في آن الأوان إنه إحنا نرجع ونسلط الضوء وندخل في مضامين ذات علاقة بالصحة النفسية، ونحاول إنه نبثها، ونحاول إنه نستضيف ناس، وأنا كنت أستضيف ناس من برا البلد، من دول من هاي، ونحاول نعمل زي مقاربة ما بين وضع المرأة في تركيا، وضع المرأة في تونس، وضع المرأة في لبنان، وضع المرأة في الأردن. فكنا نستضيف كثير من النساء أو ناس مختصين بالموضوع اللي أنا بسلط الضوء عليه، وبدخل في هذه المضامين. بدك مضامين إعلامية ذات علاقة وتصب في هذا الموضوع. فلا شك الإعلام له دور كتير كبير، وأنا يعني بطلب من الإعلام إنه أعطوا هيك يعني اولوا عناية لو بإشي بسيط لموضوع الصحة النفسية. احنا عندنا كتير يعني الصحة النفسية عمالها بتسوء بزيادة نتيجة الأوضاع اللي عم بنعيشها، وخاصة الصدمات النفسية. الأطفال اللي بيروحوا على المدارس بيلاقوا الجيش وبيلحقهم الجيش. الأطفال اللي مثلا مهددين بالليل بدخل عليهم البيت بفيقة من النوم مفزوعين، بيجي بيعتقل مثلا أبوهم، أخوهم، أمهم. اليوم ما في فرق، يعني ما عندنا فرق بين بيعتقلوا المرأة عادي قبل الرجل، وهكذا. كمان سرقة الأراضي، اقتلاع الأشجار، الممارسات القمعية، الحريق يعني لبيوت في مناطق مختلفة. هذا الإشي بيخلف عندي صدمة نفسية عند الصغير وعند الكبير. فبالتالي نحن بحاجة إلى التدخل، وبحاجة إلى تسليط الضوء على هذه القضايا، حتى إنه كمان هي جزء من التوعية، هي جزء من التوعية. فبالتالي مجتمعنا بحاجة للتوعية. بقدرش أقول إنه أنا بدي أوعي لأنه أنا عندي مبادرة 6 أشهر ولا سنة وبدي أشتغل بهذه المرحلة، أو عندي مبادرة لشهرين 3 وبدي أشتغل لا، التوعية بدها تضلها مستمرة، لأنه أنت عندك في أجيال متعاقبة ومتلاحقة، والأجيال الأكبر بدها تأثر على الأجيال الأصغر. والجيل الأصغر إحنا لو نبني أجيال من الصغر كثير الوضع بيكون مختلف. أكيد طبعا، يعني لما نحكي الحفاظ على الوطن، اللي بده يحافظ على الوطن بده كمان يكون صحته النفسية منيحة، اجتماعيا الوضع منيح، كله مرتبط مع بعضه البعض، صحيا ونفسيا واجتماعيا. دكتورة مريم، رسالة أخيرة بتحبي توجهيها لكل متابع؟ يعني أنا نتيجة حبي للعمل بحب أنقل هذه التجربة، يعني التجربة الطويلة والباع الكبير في هذا العمل، وبحاول أدرب، بحاول ننمي ونصقل هذه التجارب والخبرات بالأجيال الجديدة، خاصة أصحاب التخصصات النفسية، حتى يكملوا المسيرة. لأنه بصراحة يعني إذا إحنا بدنا نتقوقع، ولا بدنا ندعس بريكات، ولا بدنا نمشي خطوة إلى الخلف، ما رح نطور. فأنا يعني رسالة للأخصائيين، لكل إنسان يديروا بالهم على صحتهم النفسية، يحافظوا على توازنهم النفسي،
يشتغلوا بقناعة وبحب لهذا التخصص، لأنه إذا أنت حبيتي هذا الشغل أنت بتبدعي فيه. تمام. وأنا يعني رسالتي للناس، ما تخجلوا، ما تخجلوا إذا أنت حسيت إنه صحتك النفسية شوية اختلت، صار في عندك عدم توازن، ما تتردد. أنت مش يعني مش زي ما بيطلقوا عليك بين قوسين مجنون، لا، ما فيش حدا مجنون ولا حدا. حتى الأمراض النفسية اللي هي سواء كانت الأمراض الذهنية أو الأمراض العصبية، أنا ما بدي أدخل في هذه المواضيع. ليش؟ لأنه هذه يعني أمراض كتير كبيرة وبحاجة لأدوية وعلاج وأطباء. لا، أنت ممكن تحتاج إلى استشارة. يعني ممكن سماح في يوم من الأيام تقولي أنا تمشكلت أنا وزوجي وبدي أروح أستشير دكتورة مريم، كيف أنا بدي أرجع علاقتي مع زوجي زي ما كانت سابقا. كان أنا أتصرف تصرف مش صحيح وصحي، أو ممكن هو كمان يتصرف تصرف. فإحنا لما بنقعد مع بعض أنا وياه بعد الاستشارة، نقعد بنتحاور بنناقش، بنحط وين أخطائنا، وين نقاط قوتنا، وين نقاط ضعفنا. وبالتالي إحنا ما كنا، بالعكس إحنا لازم نتجاوز الأخطاء السلبية ونحول الأخطاء السلبية أو النقاط السلبية لنقاط إيجابية. حياتنا بتمشي ونغير. مش بس إنه أنا عندي نقطة سلبية إنه أنا عصبية وبديش أشتغل على موضوع العصبية، طبعا رح تزيد عصبيتي، وهون ممكن تتطور وتقودني لمشاكل نفسية. فبالتالي حلو إنه نشتغل على حالنا، حلو إنه إحنا نوعي غيرنا، حلو إنه إحنا نتقبل ذواتنا ونشتغل على تغيير وتطوير أنفسنا وتطوير ذواتنا وتطوير اللي حوالينا. إحنا بنقول ابدأ بنفسك أولا. فلو كل واحد بيشتغل على حاله صدقيني الدنيا بخير. شكرا دكتورة مريم. شكرا إلك. وصحتك النفسية أولا، أنا بعتبرها تاج على رؤوس الأصحاء، هي تاج. صحتك النفسية هون، يعني كيف أنا بطلع فيكي بقول ما شاء الله صحتها النفسية مبينة بعيونها، صحتها النفسية مبينة بوجهها، وجهها مورد، وجهها حلو، وجهها هيك مبتسم بضحك. لكن إذا جيتيني عابسة مكشرة، وجهك أصفر، وجهك ميال لا، يعني بقول أكيد في عندها سموم داخلية، وبالتالي بحاجة لتفريغ، بحاجة لدعم، بحاجة لمساندة. فدائما الواحد قبل ما يطلع من البيت يطلع على حاله بالمراية وقول كيف أنا هل أنا مرتاح ولا مش مرتاح. فبنتمنى صحة نفسية وجسدية لكل إنسان في هذا الوطن. وحبي حالك وحبي نفسك، رجل كان أو امرأة، حبي نفسك ودللي نفسك واهتمي بنفسك. في النهاية متابعينا، أنت وصحتك ونفسيتك أولا، والباقي ممكن ينحل أو يتعوض، ولكن أنت ما بتتعوض. ولكل طالب ولكل خريج يعمل أو ناوي يعمل في مجال علم النفس أو عم بيتعلم في مجال علم النفس، من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. ما في إشي سهل وبدك تتعب لحتى توصل. كنت معكم سماح محبوب في الإعداد والتقديم، وكل الشكر للدكتورة مريم أبو تركي وبرنامج حكاية فلسطيني.